في برنامج اسمه اندر كفر بليونير، وده عباره عن شخص ملياردير بياخدوا منه كل حاجه ويديله $100 فقط، ومطلوب منه في 90 يوم يحولهم لبزنس قيمته $1,000,000. ممنوع انه يستخدم اسمه، معارفه، اي ميزه عنده، علاقاته او اي حاجه من الحاجات دي. هل ممكن فعلا الراجل ده يعمل بزنس قيمته $1,000,000 براس مال $100 فقط في 90 يوم؟ الإجابة على السؤال ده بتؤكد المبدأ اللي احنا جايين نوضحه النهاردة، وهو الاجتهاد لا يؤدي إلى النجاح، وإن في عوامل تانية مخفية أو ما بيتمش التركيز عليها بيكون ليها عامل كبير جدا في موضوع النجاح. وإحنا هنا قصدنا النجاح المادي، النجاح المادي، لأن زي ما تعرف إن النجاح مصطلح فضفاض وبيتسع لحاجات كبيرة جدا، بل إن النجاح ممكن يكون هو مصطلح ذاتي متعلق بتعريف الشخص، كل شخص للنجاح بالنسبة له. فإحنا هنا بنتكلم عن النجاح المادي فقط، عشان بس يعني ايه نركز. فاحنا جايين النهارده نفصص الموضوع بحيث نعرف اكتر عن العوامل او المتغيرات او الحاجات الخفيه اللي احنا ما بنركزش عليها واللي بيكون لها تاثير كبير جدا على النجاح. فيلا بينا.